في 19 من سنة 49 بمقهى بويا صالح توافق المؤسسون من كبار المقاومين والنقابيين على تأسيس الفريق وحاروا في تسميته، فنطق أحدهم بعبارة الرجاء في الله، فاقترح اسم الرجاء ومعه اسم الفتح، ومنحت القرعة الشرف للرجاء ليكون اسما لفريق لقب فيما بعد بالشياطين الخضر وبالنسور الخضر وبرجاء الشعب. ولأن سلطات الاحتلال كانت تجهض بأحكام قانون قهري كل الأندية المغربية الخالصة، وتفرض فرض عين وجود فرنسيين في مراكز القيادة، فإن مؤسسي الرجاء ابتكروا طريقة للتحايل على الأحكام الاستعمارية